الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أن أتكلم اليوم في نقطة مهمة عن مسلمين تيغراي، وخاصة لمتابعيني من السودان ومتابعيني أيضا في مصر وغيره من الناطقين باللغة العربية، وخاصة من تابعني في خلال سنة أو سنة ونص الماضية وتابعتوني في قنوات مختلفة، قنوات عربية وإسلامية، وأيضا قنوات روسيا وقنوات تركيا، أتكلم فيها عن ما عانى فيه أو ما يعاني فيه شعب تيغراي. وأنا منذ البداية لما خرجت من أجل الشعب فقط وليس غيره، لأن شعب تيغراي وقع عليه ظلم، ومن باب أولى لأنه شعبي وبلدي ووطني، أحببت أن الناس تعلم أن يقع عليهم الظلم، ولذلك دون أن أفرق بين سواء كان ديانة مختلفة أو أي شيء، كان أعطيت صوتي لكل الناس. فرأيت الأسبوع في هذه الأسابيع الماضية هناك تغيير جذري في النضال اللي كنت أنا أناضله، لأن أنا كنت أناضل للشعب ظنا مني أن المعاناة فقط لكل الناس، ولكن اتضح أنه حاليا أنه هناك في فرق في تعامل بين المسلمين وغير المسلمين. وطبعا مسلمين تيغراي تاريخيا لنا معاناة كبيرة جدا في وطننا، ليست لدينا حقوق كما لهم حقوق إخواننا النصارى في تيغراي، وله تاريخ طويل جدا منذ أن جاء الصحابة إلى النجاشي حتى يومنا هذا. فإن مسلمين تيغراي لهم مشاكل عديدة جدا، ومن ضمنها أنهم لا يستطيعون بناء مسجد في أقسم كما تعلمون، ولديهم معاناة كبيرة بالنسبة لعدم وجود مكان يصلون فيه جماعة، فكثير من الأحيان ممكن أن يصلوا في الخارج بينما هو في المطر أو في الشمس وغيره. وهذه تستطيعوا أن تجدونها في جوجل، ادخلوا مسلمين أقسم في جوجل تجدونهم. فأنا كان نضالي للشعب، ولكن وجدت تنمر كبير بما أني أنا مسلمة. أصبح كلامي يعامل على أني أنا إرهابية، على أني أنا متشددة، على أني وغيره من الكلام الذي خرج. فبالتالي أنا خرجت للناس وقلت لهم أنا يعني ناضلت عشان شعبي، ولكن إذا وصل أنه اضطهد بديني فلن أقبل هذا الشيء. ونحن أساسا في تيغراي لدينا مشكلة كبيرة من البداية، ولكن عندما خرجت للقنوات العربية لم أذكر ولا يوم بحرف واحد على أن مسلمين تيغراي مظلومين، ولا كلمة ما تكلمت في هذا الأمر. ليش؟ لأنه نحن ظنا مني أنه نحن نحارب من أجل هويتنا، من أجل طمس هويتنا، والحرب كما تعلمون جاء من قبل إثيوبيا وإريتريا،
وهذا تكلمنا فيه كثيرا. والآن اعتراضي على ما يحدث في تيغراي للمسلمين. أنا أسمع كثير من الأشياء التي تحدث للمسلمين الآن في تيغراي، لديهم معاناة كبيرة. واليوم سمعت كلام كثير جدا عن أهل رايا، سواء كانوا مسلمين وغير المسلمين، بيعاملون بطريقة ظلم. فأنا لن أتكلم عن المعلومات الآن حتى يكون لدي دليل من الفيديو. هناك فيديو، وخاصة أنه يأخذون حجاب المسلمات ويحرقونه وغيره من الأشياء. فأنا أنتظر هذا وسوف أنشره إن شاء الله. أما ما خرجت اليوم هو أن الناطقين باللغة العربية بأسماء مسلمة، سواء كانوا مسلمين أو نصارى من تيغراي، بدأوا يكتبون عني باللغة العربية على أني لا أعلم كثير من الأشياء كتبوا. وأنا أحب أوضح لماذا يكتبون عني هكذا، لأنه هم واقفين مع الحكومة أو مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي كليا. أنا لم أحارب من أجل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، أو لم أناضل من أجلهم. أنا ناضلت من أجل شعب تيغراي الذي ظلم، وقع عليه الحرب، وهو الآن في مجاعة، وهو الآن في حصار، من أجلهم فقط. لكن الحكومة أو الجبهة فإنها الآن تعمل أشياء كثيرة أنا لا أقبلها. أولا، لديهم برنامج اسمه برنامج أغازيان مع الإريتريين النصارى وغيرهم، يتحدون في المستقبل على أساس أنهم يغزوا المسلمين في القرن الأفريقي، ويغزوا على مستوى السعودية، على مستوى اليمن. هذا برنامج عندهم، برنامج ليس جديد، برنامج من قبل كان عندهم ولم يوفقهم الله سبحانه وتعالى. لكن نحن في تيغراي لا يسمح لنا مساجد، لا يسمح أن يكون هناك تحفيظ قرآن، لا يسمح التعليم بحيث أنه الإنسان يتعلم دينه كما يجب. إنما يقبلون أن يكون الدين فيه خرافات وغيره، من أجل أن يبقى المسلم لا قيمة له. المسلم لا يشارك في كثير من الأماكن في تيغراي، لا يتواجد في كثير من الأماكن. لا الآن 27 سنة الماضية نوعا ما صار في تعليم للمسلمين، لكن قبل نحن كنا نحرم من المدارس، لأنه المدارس كلها كانت مدارس دينية يعلم فيها النصرانية، فبالتالي الأجداد كانوا يخرجون أولادهم من أجل أن لا يخسروا دينهم. فلدينا تاريخ طويل فيه حافل بالعناء والمشقة، وحتى الآن نحن لا نتعامل على أننا من نفس الأرض. وليس أنا لا ألوم الشعب، لا أقول شعب تيغراي، لكن المسؤولين علية القوم والمتعلمين والمثقفين، هؤلاء لا يقبلون الإسلام. فبالتالي هم دائما البرنامج الذي صار الآن هو كان على أساس من قبل الحرب كانوا عملوا برنامج ضرب المسلمين في إريتريا من أجل الاستيلاء على البحر الأحمر. فلم يحصل هذا، ليمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، لأنهم هم مكروا. لكن شعبنا مات كثير منهم، حتى الآن يقال يعني 500 ألف شخص مات، وصار في اعتداءات وإلى آخره. لكن اتضح لي في الآونة الأخيرة أن هناك أيضا يعني أخبار غير صحيحة، أيضا كانت تدخل فيها أخبار غير صحيحة. نحن يهمنا الشعب ما زال عنده مشكلة، سواء كان من الأعداء أو من الحكومة نفسها أو من الجبهة نفسها. فبالتالي أنا أريد أن يعلم الناس أن المسلمين في خطر، مسلمين تيغراي الآن في خطر، وليس مسلمين تيغراي أيضا أهل رايا سواء كانوا مسلمين ومسيحيين أيضا يواجهون مشاكل كبيرة جدا. فالذين تكتبون عني سواء كنتم مسلمين وغير المسلمين فقط تضامنا مع الجبهة، فأنا لا أقبل هذا الشيء. الظلم أينما كان، مين ما كان، عندما يقع أنا لا أقبله وسوف أتكلم عنه، لأنه الظلم من ظلمات يوم القيامة. ربنا قال ما تظلموا. فأنتوا إذا أنتوا كنتم تعتبروا أنه إحنا ظلمنا من قبل الذين حاربونا،
فأنتم أيضا لا يجب أن تظلموا الآخرين من أجل دينهم، من أجل أشياء أخرى. العنصرية بالأقليات أو بمعنى فبالتالي فهذا ما أحببت أن أقوله. لن توقفوني، هم يحاولوا أن يوقفوني أني أتكلم. سوف أتكلم للآخر، وسيكون هناك أدلة أيضا سوف أقدمها إن شاء الله. ولذلك أرجو منكم نشر هذا الكلام لكل من يتكلم اللغة العربية ولكل المسلمين في القرن أفريقيا ككل. يجب أن يعلم أن هناك ما يحاك له، وعلينا أن نكون يقظين ونعود إلى الله سبحانه وتعالى. لا نستطيع أن نعمل شيء، لكن نكون ثابتين على ديننا، لأنه ممكن أن يحصل أشياء كثيرة جدا. هذا ما أحببت أن أقوله لكم حتى آتي في برنامج آخر. لكن أنتم من تكتبون عني باللغة العربية من أجل إضلال الناس، فأنا ليس لدي أي شيء. نضالي لشعبي ما زال زي ما هو، سوف أكون له صوت، لكن لا أقبل الظلم لأي أحد. والآن ما يخططونه مع الأغازيان الأريتريين والأغازيان التجارو من أجل إبادة المسلمين، هذا أنا لا أقبله، ويجب أن يقف، ويجب أن يكون حقوق المسلمين في تيغراي لهم الحق في البناء مسجد، في تعليم أولادهم، في بناء تحفيظ القرآن وغيره، لأنه هذه أرضنا، ليس لنا أرض آخر أو بلد آخر. هذا ما أحببت أقوله لكم. واللي سمع يبلغ الغائب. وأنا أتضامن مع كل المسلمين إثيوبيا أيضا، مسلمين إثيوبيا جميعا، لأنه نحن الآن المجلس اللي كان مع بعض في إثيوبيا نقل تيغراي، نقلوه لحاله، لكن هذا لا يناسبنا، لأنه الذين يجلسون في المجلس أولا لا أعلم عنهم شيئا، لكن الحكومة هي التي تقرر، كما كانت قررت من قبل في مجلس إثيوبيا في أديس أبابا من قبل ما قررت، الآن أيضا هكذا. نحن ديننا لا يتدخل فيه أحد. نحن الذين نقرر من يكون في المجلس، ماذا تعليمه في الإسلام. لا يقررون لنا، هم يريدون أن نكون كما يريدونهم، لكن هذا لا يجوز. هم لكم دينكم ولي دين، هم يعملون دينهم ونحن أيضا لنا ديننا. لكن نحن أقلية قليلة جدا، اضطهدنا لمئات السنين وما زلنا حتى الآن، وإن كان أخف مما كان من قبل، لكن ينقصنا شيء كثير جدا، ونحتاج إلى أن يتضامن معنا الناس ويكونوا معنا. نحن أحفاد النجاشي الذي استقبل الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن مع الأسف مسلمين تيغراي رغم أنه دخل الإسلام صار له 1400 سنة، ولكن مع الأسف نحن متأخرين جدا مقارنة مع مسلمين آخرين في مناطق أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الحروب والبلاء وكل ما يحدث والفتن، وعلينا أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى. هذا كلامي وهذا رأيي. لمن يريد أن يسأل يستفسر ممكن أن يتصل عليه بالماسنجر، ولكن لا تصدقوا كل ما يلفقونه عني، لأن أنا لا يهمني إلا الحق. لا أريد أن يظلم أحد لدينه، سواء كان مسلم أو مسيحي أو غيره، ولا من أجل كينونته، لأن الإنسان لا يختار هويته. فلذلك الذي يطالب بحقوق لنفسه يجب أن يقبل أيضا بحقوق الآخرين، وإلا تصبح مشاكل لها أول ما لها آخر. ونسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا، ونحن أيضا كمسلمين نرجع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من أجل أن تكون لنا كلمة في أوطاننا في أرضنا، لأنه بعدنا عن الله سبحانه وتعالى وذنوبنا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نحن أصبحنا يعني كغثاء السيل، ليست لنا كلمة، ليست لنا أهمية. لماذا؟ لأنه أصبحنا نكره الموت ونحب الحياة ونحب الدنيا. فلذلك علينا أن نعود
إلى الله سبحانه وتعالى من أجل أن نجد النصر، لأنه وما النصر إلا من عند الله. وجزاكم الله خيرا. أرجو منكم أن تشيروا لي لكل الناس. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.